رحنا يا جماعه كارفور وجبنا شويه مشتريات. بصوا بس عايزه اقول لكم يا جماعه في كارفور الحاجه غاليه مولعه، حاجات واسعار فولاذيه. هاخدكم جوله معايا هناك وهوريكم الاسعار والتفاصيل والتيتيلز، وشوفوا بقى وانتوا احكموا. وجينا لكم النهارده في فيديو جديد ومختلف وفريد من نوعه. قبل اي حاجه انا ميادة ودي قناتي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. يا ترى النهارده بنصور فين؟ النهارده يا جماعه بنصور في كارفور في السويس، لسه فاتح جديد، وقلت اخدكم جوله معايا كده عشان تعرفوا الاسعار والتفاصيل والتيتيلز. اول حاجه معانا يا جماعه سلمى، عايزه تسلم عليكم. يلا ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ماشي يا جماعه، الاسعار الشاورات والحاجات غاليه. عارفين يا جماعه الشاور ب 300 جنيه وب 200 وحاجه. بصوا بقى الطباق الميلانين اللي هي البلاستيك دي، بصوا، والسلطانيات اللي هي البولات الحلوه دي، خامتهم بصراحه جميله، بس اسعارهم زايده حبتين. يعني مثلا الطبق المفروض ده عامل 75، انا بره شفته باقل من كده. وعندنا هنا المعطرات الهدوم، بصوا يا جماعة دي اللي هي سعرها عامل مثلا 74. ايوه انا جبت اللافندر ده، عايزة اقول لكم اكسي اللافندر ده ريحته روعة والله، جميل جدا جدا. هتفتحيه هتنبهري بيه. وهنا بقى قلت اخد العيال بقى معايا، وخدت معايا السبت، قال يعني بقى هشتري حاجات قد كده. لقيت الاسعار يا جماعة ايه ده، مولعة. لا اشترينا اوكسي، وانا اشتريت الكرول الالوان ده، انا بصراحه بعشق الكرول الالوان ده. هنا بقى عندنا بقى بس كل حاجه يا جماعه، بس برضو في السويس تحسيه يعني محدود شويه. وجبت المساحه دي، قلت عشان اعمل بيها الازاز والحاجات والشباك والرخامه والكلام ده. هنا بقى هنيجي قسم اللانش بوكس، هو في كل حاجة، بس برضو في أماكن تانية في السويس فيها حاجات أكتر من كده. هنا بقى الطاسات بقى الجرانيت وهو دور واحد. هو دور واحد يا جماعة، أنا كنت بحسبه بقى من بره، صورناه كذا دور، قلت بقى ده مول بقى كبير. هو طلع دور واحد، دور أرضي كبير كده عادي خالص. في الحاجات اللي هوريها لكم دي، والطاسات بقى فيه ب500 و800. وحاجات البسبوسة، بصوا، والطاسات. وعاملين تخفيضات بس على حاجات يعني اللي هي ايه معينة، زي الخضار، حاجات بسيطة يعني، ومش تخفيضات بصراحة. يعني في اماكن تانية بتعمل تخفيضات اكتر من كده. قلت اخدكم جولة هنا بقى في الاجهزة. بصوا بقى الغسالات والتلاجات، في كل حاجة، اللي عاملة 13,000 واللي عاملة 12,000 واللي عاملة 21. والبوتاجاز هنا عامل 19,210. يعني في اسعار حسب ما انت عايزه. والمكانس هنا بقى والفرون، في كل حاجه. في هنا الفريش، بصوا يا جماعه في كل حاجه فريش بقى، وفي انواع. هنا عامل 2,799 زي ما انتوا شايفين. وسلمى بقى دخلوا يا جماعة انقضوا على كارفور دي، كانوا عايزين يجيبوا كل كارفور. لا قلت لهم بالراحة، يعني برضو نصرف بالعقل. عايزه اجيب سناكات وكده يعني. دخلوا بقى يا جماعة على قسم السناكات بقى والشوكولاتات، ما اقولكوش يعني. انا مسكت العيال بالعقل، عمالة اقول لهم بالراحة بالراحة، واحنا بنشتري خليكوا اقتصاديين، ما تجيبوش الحاجات الغالية، خلينا في الوسط، بالراحة، لحسن انا كده هفلس، ابوكوا هيفلس. برضه في الاخر برضه كنا بس في الاخر جبنا، بس يعني برضو ايه يعني بالمعقول يعني يا جماعة، خير الامور الوسط. وفي بقى معطرات وفي كل حاجة. طبعا هنا المعطرات والبيركس ده ولا البايركس ده حلو برضو. بجد والله المكان هنا نضيف جدا يعني في كارفور. هو عجبهم المكان عشان نضيف طبعا، بس في اماكن برضو يعني زيه واوسع منه، في حاجة وفيها حاجات اكتر. بس هو برضه يعني لو عايزه تجيبي برضه حاجه، يعني انت ساكنه في السويس، يكون قريب منك وتجيبي كله. لو هو في السلام عامة، يعني في شارع ناصر، لو حد عايز يعرف يعني العنوان. وهنا بقى في انواع المعطرات وفي كل حاجة بصوا يا جماعة. وفي اسعار بقى، الاسعار الفولاذية، المكنة الحلاقة الباكت ده عامل 402. انتوا متخيلين؟ عامل 402 يعني باكت مكن حلاقة عامل 402. ده طبعا غالي جدا. بالنسبة للاسعار بره ده غالي، ما بيبقاش بالسعر ده.
هنا بقى دي مزيلات العرق عادي، وده برضو غالي جدا. الجليت اللي هو 275 برضو، حتى لو جملة كده وباكت غالي. الحاجة بقى الرخيصة شوية يعني عن بره، اللي هو اللي انتوا هتشوفوه، ممكن شبت في دي اللي هو النسكافيهات والموكا بره ب40 جنيه بصراحة. بره ب40 جنيه، هنا 38. لا ده الطاقة هنا ب30. يعني في حاجة في وفي، عشان نبقى ايه برضو صراحة ما نكدبش. يعني في حاجات غالية وفي حاجات عاملين عليها فعلا خصم على حسب. بس يعني مش كل حاجة عشان ما نظلمهمش برضو. هنا عمر بقى واقف يفكر، انا عماله امسكهم هنا. وفي بقى المشروبات بتاعت زمان بقى، الزمن الجميل. انا كل الحاجات دي فيها مواد حافظه. بقيت واقفه يا جماعه والله نفسي اجيب الحاجات دي ومش قادره، علشان انا ممنوعه من المواد الحافظه والسكريات. يعني وقفت اتفرجت عليهم كده ومشيت. زي ما انتوا شايفين الفيتراك ده بتاع زمان، كنا بنعمله ايام بقى جدي وجدتك بقى وبابا وماما زمان. كنا برضه الكوبايات دي حلوه جدا. بابا وماما زمان بقى كنا نجيب شوية مية كده ونحطها فيه او نشربه كده، فظيع، كان بيبقى جميل جدا. هنا الكوبايات البلاستيك دي عاملة زي الخامة الميلانين كده. وهنا البورسلين دي عايزة اقول لكم تحفة. كنت هجيب منها، بس انا طبعا عندي كوبايات كتير جدا جدا جدا، وانا بحب الكوباية تبقى شفافة، يعني اشوف اللي انا بشرب، يعني الحاجة اللي انا بشربها. وسلمى بتشاور لكم اهو، بتقول لكم باي باي. فما جبتش بقى البورسلين دي. بصوا يا جماعه، هنا برضو من ضمن الاسعار الاوفر، برطمان فاضي ب69 جنيه. يعني بلاستيك وفاضي ما فيهوش اي لا حاجه. كان ازاز. لا ده بلاستيك، انا مسكته ده بلاستيك والله يا جماعه، بلاستيك. بصوا بيتفت، ما تقوحش معايا. لا ازاز وهيحطوه في الطريق كده مستحيل. انا مسكته بايديا. وهنا بقى جبت شاي ليبتون، جبته من الصغير علشان بشاور لكم اهو ب11 ونص. بجد والله انا ما شفتش. جبته من الصغير علشان خاطر انا بس اللي في البيت بشرب شاي، يعني كل فين وفين كده هتلاقيني خدت كوبايه. وانا بس من غير بحب سكر بصراحه بشربه من غير سكر. وانا بحب بصراحه الليبتون. تمام كده. ابو عمر قاعد يقول لي هاتي الكبير هاتي الكبير، قلت له لا، ده انا اللي في البيت بس بشرب الشاي، يعني هو الصغير كده هيبقى مناسب لينا. هنا بقى البرنجز. هنا بقى كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه اجيب برنجز، بس لقيته من الكبير. ايه؟ لقيته من الكبير، كنت عايزه اجيب من الصغير. وكمان كان ايه؟ كان حامي. هنا بقى دخلوا القسم ده، انا مش عايزه اقول لكم انا سيطرت عليهم بالعافيه. لا انا هنا جبت شيبسي بس. جبتي ايه؟ شيبسي. جابت بقى كل واحد جاب حاجه. هنا بقى عمر عماله اسيطر، يا عمر يا عمر يا سلمى اهدوا. هنا بقى البرنجز، هنا كانوا هيجيبوا البرنجز اللي فوق الصغير ده، بس يا جماعه حامي جدا. حامي، بيبقى حامي جدا، فهم طبعا مش هيقدروا ياكلوه. بالنسبه لعمر ممكن كان ياكله، بس عمر بس سلمى مش هتقدر. فاهمني؟ نار اهو مرسوم عليه نار، كان حامي جدا. جابوه قبل كده مولعه، فطبعا ما رضيناش نشتريه. هنشوف بقى البديل اللي هيجيبوه دلوقتي، وهتشوفوا هم هيختاروا ايه. انت هتختاري ايه يا سلمى؟ بصوا سلمى بقى هتختار ايه. ده عمر اختار ده. شفتوا عمر جاب الحامي عادي جدا، سلمى بقى جابت اسمه تاكوس. ده عبارة عن ايه من جوه؟ لا بتاع عمر اسمه تاكوس. وانتي؟ وانا جبت فشار ملون كده. فشار كده ملون يا جماعة، جميل، الوانات من جوه، شكله حلو. بس انا معرفش طعمه، عشان طبعا انا مش هاكل الحاجات دي. بس كان طعمه بجد حلو، يعني كل واحدة ليها طعم. كل واحدة جواه ليها طعم ملون. كل لون قصدي. كل لون. هنا بقى جبت بسمة. منتجات بسمة، طبعا لا يعلى عليها. انا بستعملها في كل الخضار، فانا بعشق منتجات بسمة. بجيب البسمة ملوخية، وبجيب سبانخ والبامية. جربت منها كل المنتجات، جميلة بصراحة وتحفة. وطبعا في منتجات بتبقى اعلى في الجودة، بس دي جميلة وشغالة، وسعرها بالنسبة لسعرها تمام وزي الفل. وكان في كمان لوبيا يا جماعة، مش عارفة ازاي لوبيا محطوطة برضو مجمدة، مع ان اللوبيا دي حب، مش عارفة ازاي بيحطها في وبنجر. وهنا كان في بسمة على بسمة مانجا وفي مانجا وفي بصل، يعني زي ما انتوا عايزين. هنا بقى هيخشوا بقى عايزين بقى حاجة كده ايه، بيقول لي عايزين حاجات من المقليات يا ماما السريعة. هيخشوا بقى وينقضوا، هيطلعوا لهم.
لقينا المقلي ده كان حراق فما جبناهوش. هيطلعوا لهم هنا بقى بمصلحة حلوة يا جماعة. بصوا بقى، شيبسي بطاطس بطاطس شيبسي اهي، بيقولوا مش بيتحط عارفة في الزيت في بس الزيت بس، بتقليها كده جاهزة يعني. جاهزة. وتلاقيها بقى مقرمشة. شبتوا بقى فيها، قلت لهم هجيبها لكم وايه ونجربها، وهعملها معاكم تاني، هعملها معاكم في فيديو تاني، استنوني. هنعمل البطاطس دي ونشوفها حلوة ولا وحشة. هنا ابو عمر برضو كان بيتفحص معايا الموضوع، ونشوف البطاطس دي حلوة ولا وحشة. قال لي حلوة جميلة، وانا برضو حسيت ان هي يعني خامة نضيفة وحلوة، قلت اجيبها وهجربها برضو معاكم وهنعملها مع بعض. صح يا سلمى؟ صح. اه هنا بقى واقفين، هم بيحبوا الحاجات دي جدا، بيعشقوها. عماله بقى ايه محتاره اجيب البطاطس الصوابع، في منها صوابع وفي منها مش شيبس. بنحب الصوابع. هم بقى عايزين الجديد بقى. ايه الجديد بقى؟ اللي هو الشيبسي. اللي هو بقى الشيبسي، اللي هو مقلي بقى في البيت، وحاجه ايه زي الفل كده ونضيفه بزيت نضيف. فقلت اجيب لهم دي ونجربها اهو. وجبناه هنا بقى. وجبناه خلاص، هيخش أنا بقى بقى على التقيل بقى. انا بقى شبت في اللي هي اسمها ايه ده، الناجتس. الناجتس. ناجتس الفراخ بقى، شافت عليه اطفال بقى وحركات، والنبي يا ماما انا عايزه دي، والنبي يا ماما انا عايزه دي. بس انا جبت على اشكال، ما جبتش ده. طالع يا جماعه الجديد ده اشكال بقى نجوم، هتشوفوا دلوقتي. اللي هو الاشكال نجوم وكده. امم ايوه هو ده جاي دلوقتي. اشكال أيوة هو النجوم. ده. ايوه سلمى، بصوا اللي هي ساعتها لونها موف دي، هي دي ايوه اشكال النجوم بقى والقلوب برضه عاملينها. انا بصورها لكم يعني لما هعملها برضو معاكم، هعمل البطاطس. وفي حاجة تانية دلوقتي هنجيبها برضو، هنعملها برضو في الفيديو مع الناجتس والبطاطس. اهي الحاجة جت اهي. المكرونة على شكل فيونكة. على شكل ايه؟ فيونكة. لقيت برضو مرسوم عليها اطفال كده، قالت لي يا ماما دي جميلة عايزة اجربها والنبي يا ماما. قلت لها خلاص، كيس واحد صغير، فلقيته صغير من الضحى باين منزلينها. انا اول مرة اجربها، وهعملها معاكم برضو، وهقول لكم حلوة ولا وحشة عشان احنا بنفيد بعض. بقى الغدا بتاعنا. وجبت برضو صلصة اللي هي الهارفست دي يا جماعة، المكرونة بتبقى تقيلة وجميلة. وجابوا توابل البطاطس دي اختيارهم هم. ايوه علشان لما نيجي نعمل بقى البطاطس شيبسي. علشان لما يعملوا البطاطس هنا بقى في التوابل بقى وكل حاجة. هنا بقى انا بقى مرضتش يعني اختار توابل كتير، علشان انا طبعا مش بحط في الاكل توابل كتير. ماما من النوع اللي هي مش بتحب التوابل كتير. ما بحبش التوابل الكتير، بتغير طعم الاكل. وساعات في اكلات طبعا بتبقى حلوة، مش في كل الاكلات برضو. ايوه. وهنا بقى راحوا على الكورن فليكس ده، عايزين بقى يجيبوا، بس هتشوفوا دلوقتي. ما جبناش بصراحة، علشان انا كان نفسي في النوع اللي فوق وهو كان مش مفتوح. هو اصلا بتاع العيال الصغنطاطين، وهم يعني كبروا، ما بيعملش معاهم مرة واحدة يعني. مش لا والله بفطر بيه وساعات بتعشى برضه. ساعات كده بنجيبه، بس كل فين وفين. هنا بصوا يا جماعة بقى الذرة بقى، ده الذرة السكري ده بتجيبوه بقى، بيبقى مسكر جدا وطعمه تحفة. انا جربته قبل كده بس انا ما جبتوش يعني، عشان انا بريح دماغي واجيبه بيبقى معمول من عند الراجل جاهز ومشوي. هنا بقى ده برقوق اصفر، انا ما شفتوش قبل كده بصراحة، اول مرة اشوف برقوق اصفر. بس عايزة اقول لكم الذرة ده تحفة في طعمه، اللي هو بس ماما ما جبتوش عشان مش عايزة يعني، مش قادرة تقليه من الاخر كده. هي عايز بقى شغلانة. انا بجيبه معمول من عند الراجل في الشارع يعني مشوي جاهز، فبيبقى احسن يعني، بيبقى مسكر جدا. النوع اللي هو الذرة السكري ده بيبقى تحفة. هنا بقى والخضار بقى، وفي الخيار، اللهم صل على النبي، بيبقى جميل جميل. ولو وصلتي معايا لحد الخضار صلي على النبي في الكومنتات. هنا بقى كنت عايزة بيض، عشان انا اعتمادي على البيض في الاكل، اكترية اكلي بيض مسلوق. بعمل بيض اومليت، وبعمل شكشوكة. هنا بقى دي طماطم شيري، تخيلوا الطبق ده ربع كيلو او تمن بكام؟ ب250 جنيه. ليه يا شيري كده؟ ليه يا حبيبتي الطبق ب250 جنيه ده؟ ايه ده؟ ليه معمولة من ايه الطماطم دي يا جماعة؟ حد يقول لي. انا كان عنب بس ما جبناش برضه. هنا عنب ب27 جنيه، كان برضو حلو يعني شغال. هنا بقى الحاجة الوحيدة اللي عاملين عليها عرض بكام؟ ب24 جنيه الكيلو ب24 جنيه رمان. نصور لكم برضه واحنا بنفصص. برضو جبت هنا رمان، قلت افصصه كده واخليه في التلاجة اخد منه.
ايوه انا برضو بحب بقعد اخد لما يكون كده مسكر وفيه سكر وميه كده السكر، بحب قوي. انا بعمله ايه، بفصصه واخليه في التلاجة، هما بقى ياخدوا منه ايه طباق كده بالمعلقه